I was stressed out. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا ولكم أبواب الرزق أينما كنتم وأينما نكون. يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح السعادة على قلوبكم يا حبايبي. صباحكم مشرق بنور الله. بصوا بقى المنظر الجميل اللي انا وريتهولكوا ده. احنا بقى قمنا فطرنا وقلنا بقى ايه، ادخل بقى المطبخ كده اعمل كوبايه قهوه تعدل المزاج عشان نبدا بقى نعمل في الغدا بتاعنا وكده. بصوا بوريكم ان احنا وشغلت البخور ساعه الصلاه. ربنا يجعل جمعتكم خير يا رب وبركه ورزق عليكم ويخلي لكم اولادكم. لازما كده يوم الجمعه تقومي بدري، حتى لو متعوده تقومي متاخر فتقومي يوم الجمعه تحضري فطار وتحضري اللي انت عايزاه بقى تحضريه لاولادك، وترتبي يومك كده. خليه حتى يوم اجازه ليكي. هتاكلي بره، هتجيبي اكل دريفري، هتعملي اكله بسيطه زي انا كده. النهارده هنبدا نعمل اكله بسيطه جميله قوي واقتصاديه في البيت، مش هتكلفك اي حاجه وفي نفس الوقت مش تعب. يعني هي نص ساعه تكوني عملتي الاكله ديت وقعدتي. خليه كده يوم راحه ليكي، على اساس ان انتي ما تكوني تعبانه طول الاسبوع. وطبعا ربنا يقويكم في امتحانات اليومين دول، ربنا ينجح كل من كان يا رب. فيبقى يوم راحه ليكي من المطبخ. حتى لو دخلتي المطبخ هتخشي وقت قليل مش زي كل يوم. ربنا يخليكم ليا يا اغلى متابعين. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وكومنت حلو منكم والاشتراك في القناه. بسم الله كده ونصلي على النبي. هنعمل بقى اكله بسيطه. هنعمل نحمر بطاطس وهنسلق بيض ونعمل رز بقى اللي هو رز عدس جميل قوي يا بنات، وحاجه من البيت كده وخفيفه. ربنا يديكم على قد نيتكم يا حبايبي يا اغلى متابعين على قلبي. بصوا بقى انا قشرت هنا بطاطستين وقلت بقى احمرهم وهنا اعمل الرز. بصوا اكله مش هتاخد منكم وقت والله، وهنقلي بتنجان وكده هتتدبر. والحمد لله احنا اخر الشهر، فبرضه حاولي تدبري بيتك كده وتبقي قد المسؤولين. كلكم ستات جدعان والستات بيوت زي الفل. بنكمل بعض وبنشور على بعض في اي حاجه حبايبي. ما تحرمش منكم ولا من كومنتاتكم الحلوه، وزودوا بقى اللايكات كده شويه عشان الفيديوهات تترفع. واللي ما اشتركش في القناه يخش يشترك. مستني ايه؟ بصوا هنسلق بقى بيض وهنعمل الرز. مش هياخد اي حاجه، هي معلقه سمنه ومعلقه زيت وبتغسلي طبعا العدس على يعني نص الرز نص العدس. احنا بنعمله كده، يعني انا دوت ربع رز وربع عدس عشان يطلع معاكي جميل كده واصفر وحلو. بص هنحط شويه ملح وهنحط انا بصوا حطيت نقطه كركم بسيطه خالص. انا في الطبيعي مش بحطها، بس قلت ايه احطها النهارده اشوفه واجربه معاكم. والله اول مره اجربه معاكم ده، اللي هي ربع معلقه كركم. كنت على طول بعمله كده من غير الكركم ولا اي حاجه ويطلع اصفر وجميل وزي العسل. والناس اللي دخلت واكلته عندي برضو يقولوا في الكومنتات، اللي الناس اللي متابعيني قرايبي وكده. بص حبايبي ما بياخدش وقت خالص. بصي ما تغرقوهوش ميه، يعني يا دوبك اقل من اللي انت متعوده عليه في الميه. ليه؟ يعني انت بتحطي كوبايه رز عليها كوبايه ميه؟ لا، ده هتحطي اقل عشان الرز العدس ما يعجنش. بيبقى عامه بيطر الرز اكتر، وانت حاطه ان العدس قد الرز، فما ينفعش انت تكتري له ميه. لو متعوده كوبايه ميه لا خليها نصها. وعامه هو بصي يا دوبك يتشرب وبتقلبيه. ان احتاج بتحطي له شويه صغيرين، ما احتاجش خلاص. حبايبي اكله بسيطه كده وهتبقى جميله والله.
قولوا لي بقى اكتر حاجه اكله بتحبوها يعني وبتحبوا تعملوها على طول، واكتر اكله عيالكم بيحبوها. اكتبوا لي كده وقولوا لي بتحبوا ايه. بصي مفيش دقيقتين وتشرب. بصي بقلبه والله هجيبهولكوا عن قرب. الرز فعلا زي العسل ولونه حلو قوي. بصوا اهم حاجه فيه ان هو مش معجن. هحمر بقى البطاطس وهطلعها اهي. بصوا البطاطس دي تحمير جميله قوي يا بنات. هاتي اللي هي فيها نقطه حمرا ديت حلوه مقرمشه وجميله، وحتى فضلت منها لحد بالليل فضلت مقرمشه وحلوه قوي. بصوا عملت طبق سلطه خضرا كده جنب الرز، ومقطعه بتنجان هنقليه ونعمل عليه دقه فاخر من الاخر زي ما انتم متعودين مني كده. هتبقى حلوه. بصوا بوريكم ان انا بصوا طبق السلطه ده ممكن تلاقوه معايا كل يوم. انا بحاول يعني اخلي العيال ياكلوا سلطه كتير عشان التركيز عندهم امتحانات، وعشان برضو حلوه حتى لو مش في الامتحانات. حلو الخضار مفيد للجسم. وانا عندي العيال مش بيحبوها قوي، فبحاول ان انا ايه احطها كل يوم على الاكل عشان غصب عنهم ياكلوها. بصوا بقى هنشيل البطاطس، والبيض يعتبر اتسلق اهوت. هنقشره وهنعمله مدحرج كده. هنجيب معلقه سمنه بلدي او نص معلقه ونحطه فيه وندحرجه كده، هيبقى فله فله فله. بصوا النهارده اليوم خفيف والله وكان جميل خالص. ما خدش وقت. احنا قمنا عملنا الفطار ويا دوبك دخلت عملت الاكل ده، ما خدش معايا نص ساعه. وقعدنا بقى واتغدينا وقضت والحمد لله. مش عارفه هنا كنت بجيب البتنجان عشان نقليه بقى. بصوا بتنجان حلقات كده هنقليه وهنحط عليه احلى دقه. اعمليها بس كده على طول وهتبقى جميله زي ما انتم متعودين معايا. ملح اللهم ذكرني يا رب. توم معلش يا بنات. توم وفلفل احمر، شطه عايزه بارد حطي. وانا بحط حته صغيره من اللي هو الرومي الاصفر ده. بيبقى جميل قوي بيدي مسكر كده ويبقى حلو. وملح وكمون وخل وليمون. وبقطع طماطميه صغيره وساعات لا. فانت جربيها هتبقى جميله قوي قوي يا بنات. والله هتاكليه كده لوحده. اهو البيض اتسلق اقشره بقى واحطه في معلقه سمنه ادحرجه، هيبقى حلو قوي. واحطه على الرز. بصوا هحط بقى الدقه عليها وتبقى جميله. بصوا جميل قوي شكل الاكل ازاي. وطبعا قطعنا بطيخ عشان يطري على قلبنا بعد الاكله التمام ديت. وطلعت ليمون مخلل. تعالوا بقى كلوا معانا. اشوفكم على خير يا احلى المتابعين. بحبكم في الله حبايبي. ما تحرمش منكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا منظر الاكل حلو ازاي. جربوها والله وما خدتش وقت. بصوا منظر البتنجان بقى بعد ما اتحشى. بصوا تحفه تحفه تحفه. كفايه منظر. هنا بقى بصوا بوريكم ان المطبخ بصوا ما فيهوش اي حاجه، ولا الحوض والبوتاجاز ممسوح وجميل. تطلعي بقى من المطبخ ان انت تقعدي مروقه مطبخك وجميل كله زي الفل. بصوا اشوفكم على خير بقى يا اغلى متابعين. مع الف سلامه.